السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا نورة حسن. وحشتوني جدا جدا جدا. ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل اشعار دايما بأي فيديو جديد بنزله في القناة. النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة جدا جدا وجميلة بصراحة، طعمها تحفة. اتمنى انكم تجربوا طريقة الفراخ دي، بجد هتعجبكم قوي قوي. طبعا الفراخ تبقى مستوية جدا يعني زي ما انتوا شايفين كده بجد. وعملت جنبها شوية رز كده بشعرية، عادي ممكن تعملي مكرونة، وعملت شوية سلطة. المهم يلا بينا نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي ونقول بسم الله. معانا هنا كده معلقة من السمنة، تقدري تستخدمي اي مادة دهنية انت بتحبيها او متاحة عندك يعني. طبعا انا مقطعة هنا كده بصل، يعني وسط، مش صغير قوي قوي ومش كبير برضو، يعني مكعبات كده. طبعا هنحط عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود، مهمة جدا. وانتي بتقلبي البصل كده، او اول ما تضيفي البصل على النار تحطي رشة الملح ورشة الفلفل الاسود علشان ريحة البصلة زي ما انتي شايفة كده. وهنا كده كنت بضيف الملح، وطبعا بقى هنقلب كده يعني نخليه يتشوح شوية. وهحط معاه حوالي معلقة صغيرة من الثوم المفروم، يعني حوالي 3 فصوص كده ثوم مفروم، بتبقى طعمها حلو قوي قوي مع الفراخ. واول ما البصلايه هنا كده دبلت زي ما انتوا شفتوا، حطيت رشه من القرفه وبابريكا وكمون. ولو عندك كزبره برضو حطي، انا ما كانتش متوفره عندي. لو عندك كزبره ناشفه حطي شويه، بيبقى طعمها حلو قوي قوي برضو. وهنقلب بقى كده التوابل دي، احنا ما حطيناش توابل كتير يعني زي ما انتوا شفتوا. هنقلب بقى الحاجات دي كده مع البصلايه علشان نخليها تشرب من التتبيله كده. بحاول ان انا افتفت القطعة بتاعة التومة. طبعا هبدأ بقى ان انا اضيف الفراخ. بس انا اكتشفت ان ان اللي انا بعمل فيها الطاسة اللي انا بعمل فيها صغيرة شوية، فانا هنقلهم في حاجة تانية اكبر، عشان انا مش عايزة المكان يبقى مزنق كده، انا عايزة كل واحدة في ناحية يعني يبقوا متباعدين خالص، فانا هنقلهم في حاجة اكبر دلوقتي. طبعا ضفت مية علشان خاطر التسوية، وهرجع اضيف ميه كمان، بس لما دي تغلي كده يعني انت بتضيفي ميه على قد بالظبط الفراخ، تبقى مش متغطيه، تبقى يعني واصله كده قبل الفراخ بحاجه بسيطه، قبل نهايه الفرخه كده بحاجه بسيطه، تبقي معبيه الميه معاكي علشان الفراخ بتاعتك تستوي كويس جدا. طبعا انا كنت بحاول ان انا اجيبهم مظبوطين، يعني ما يبقوش كده على بعض، بس معرفتش. فقلت لا، عشان اعرف ان انا اتحكم فيهم واقلبهم كويس عشان تستوي كويس جدا، فنقلتها في حاجة اكبر هنا زي ما انتوا شايفين كده. عشان بفضل ان انا يعني مثلا كل 10 دقايق كده اقلبهم على ناحية، الناحية دي والناحية دي، ناحية الجلد كده وناحية اللحم كده شوية، اقلبها كل شوية الفرخة على الناحيتين علشان تستوي كويس جدا. انا طبعا بغطيها وبفتح عليها اقلبها وهكذا. هنا كده خلاص، بصوا كانت قربت تستوي وخدت كده من لون خلاص التتبيلة وشربت من لون التتبيلة، وطبعا البابريكا بتديها لون حلو قوي في التحمير في الاخر. بصوا هنا كده برضو كان عدى خلاص مثلا ساعة الا ربع كده، عشان انا بسوي الفراخ كويس جدا جدا. فزي ما انتوا شايفين كده كانت استوت كويس، وببدأ ان انا اخد برضو من الصوص كده اللي احنا عملناه بالبصل دوت واحطه كده على الفراخ، عشان بيطعم الفراخ، نشربها كده من التتبيلة كل شوية واحنا بنقلب فيها. وزي ما انتوا شايفين كده هي خلاص هنا، بصوا ما فيهاش مية خالص، هي كده خلاص يعني استوت.
تمام. ووصلنا خلاص للبصل ان هو خلاص بقى دايب كده خالص. ناخد بقى صينيه نحطها في الفرن، نشغل عليها الشوايه تاخد لون ذهبي كده من فوق، احمر وحلو زي ما انتوا شايفين. نحط بقى البصل، نقدم نحط البصل في طبق لوحده كده، بجد بيبقى طعمه حكايه، انتوا لازم تجربوه. وما تنسوش التومه، حته التومه اللي بنحطها في البصل دي بتخلي طعم البصل في حته تانية بجد. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا والوصفة بتاعتنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم. يعني لو عايزة تعملي اي نوع فراخ كده سهل وسريع غير بقى السلق الفراخ والكلام دوت، يعني في حاجات برضو بصوا بتدي للفراخ طعم حلو قوي قوي، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت منك خالص يعني. فاتمنى ان انتوا تجربوها، ويا رب الفيديو يكون حلو وخفيف كده على قلوبكم، وما كنش زهقتكم من رغي. وبس كده، عملت طبعا جنبها شوية رز بشعرية زي ما قلت لكم، وعملت سلطة. وبس كده، ده كان غدانا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس. مع السلامة، بحبكم قوي.